في حد القذف ولا لا؟ من؟ في كلام محمد هذا لكن المجالس السريه لا ايوب ما في حد القذف، لكن المجالس السريه منافيه للمنهج السلفي. يا شيخ انا قلت شيخنا في مجالس شورى بين المشايخ، واقصد وعندي هنا الان الدليل خلوه يقرؤون كله ما دام سمحتوا لي بالجواب. اقصد فيها الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي، وقد حصل وسوى هنا واباهل على ذلك. وعندي الآن رسالة خليكم تقرؤونها بينه، أن المقصود بها الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبد الله البخاري، وهذا قد حصل وثابت. والشيخ عبد الله البخاري إذا ما حضر الشيخ عبيد نيابة عنه وحضر وأذن الشيخ ربيع للشيخ محمد بن هادي بالإفتاء في قضية ليبيا، وأفتى هنا ثم في قضية سوريا. رجل سوري اتصل وقال أريد أن أدخل مع الجماعات، التنظيم محاط بمنطقتنا، هل أدخل مع الجماعات هذه حتى أهرب؟ قالوا اتصل عليه وتأكد قبل الفتوى، هل يأذنون في الخروج؟ قال يأذنون لي في الخروج ثم يقتلونني. فلم يأذنوا بالدخول مع الجماعات الإرهابية. ثم المسألة الثالثة التي وقعت في نفس المجلس قضية الإرجاء التي وعد الشيخ محمد بن هادي أن يتراجع عنها في المجلس، وإلى اليوم لم يتراجع. اصبر أعطيني فرصة يا أخي، اصبر عليه. هذه والذي اصبر خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، اصبر عليه، اصبر يا اخي. والله الذي لا اله غيره جميعا أباهل الشيخ محمد بن هادي يبلغوه على هذا بين الركن والمقام في اي ساعة من ليل او نهار، انني انا هذا اقصده المجالس حق المشايخ، مو فلان وفلان، ما عندنا احنا فتاوى. اقصد ان القصص خليني اكمل كلامي وانا اعطيك الجواب. لا ترفع مجال الشورى اما التشاور الله يقول الله واطيعوا الرسول واولو الامر منكم. العلماء من اولي الامر، العلماء من اولي الامر. وراجع تفسير الايه العلماء من الامر. شوف هذه الرساله، شوف له ان يتكلم الحاكم لو اخطا له ان ينتقده. العالم له الحق أن ينتقد الباطل مهما كان مصدره، حاكما ومحسوبا. بارك الله فيك. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. العلماء من أولي الأمر، ولهم أن يحكموا ولهم أن يقولوا. بارك الله فيك. ولم يحكموا على الحكام، لهم يحكموا على الحكام إذا أخطأوا. بارك الله فيكم. شيخنا سؤال الله يحفظك. شوف هذا رسالة سؤال في نفس الموضوع. شيخنا لا مش سؤال الشيخ لي هذا هو. اسمعوا الآن هذه في المجلس هنا وأباهله بين الركن والمقام إن هذه القضية حقت ليبيا وسوريا وحقت الإرجاء الذي وعد بالتراجع ولم يتراجع. أي إرجاء؟ إرجاء مسألة صوتين في يوتيوب ما بها. قلنا قال الذي يقول أعمال كمال أو كذا هذا إرجاء، ووعد الشيخ بالتراجع ولم يتراجع إلى اليوم، وأنا أباهل على ذلك. شوف كيف يتراجع والشيخ لا الآن اسمع، هذه لا نتشعب فيها. أنا الآن أتكلم في مجلس الشورى. خفض صوتك الشيخ مريض. خلاص نتكلم في مجلس الشورى الآن أنهم جلسوا هنا، والشيخ ربيع والشيخ عبد الله البخاري صارت عن نفسه ونيابة عن الشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي. والشيخ ربيع أذن للشيخ محمد بن هادي بالكلام وتكلم، وهو أول من أفتى بقضية ليبيا. وإذا لم يجتمعوا، فهمت علي؟ انظروا هذه الرسالة حتى برا تشاور عشان تعرفوا. شوف هذه رسالة الشيخ محمد بن هادي مني أنا. انظروا بس اقرأوا هذه وأنا أخرج أسكت. شوف شيخنا الله يحفظك الشيخ ربيع يريد أن ينشر، شوف التاريخ، انظروا في التاريخ احفظوه. أيوه شوفوه. أيوه شيخنا الله يحفظك الشيخ ربيع يريد أن ينشر نصيحة تتعلق بليبيا، فأشرت عليه أن يستشير المشايخ فوافق، واتفقت معه أن أقرأها عليك بالهاتف وشكرا لك. قال لي خلاص بالتلفون، بعدين تكلمنا بالتلفون، شوف حتى في وقت بين الرسائل أرسل لي بدون المقدمة. شوف فأرسلت له بدون المقدمة، الحمد لله هذه حذفتها وبدأت بهذه. شوفها هذا كلام الشيخ ربيع الذي انتشر شاور فيه الشيخ محمد. نشر الشيخ محمد، وأنا في السيارة وقفت على جنب وكلمت الشيخ عبد الله البخاري وذهبت إلى الشيخ عبيد. هذه مجالس الشورى بين العلماء، أنا مجرد منسق. شوف كلام، خلينا ننتهي. شوف الكلام، ابحثوا عنه في النت. كلام الشيخ ربيع في قضية ليبيا، وعلى السلفيين في ليبيا النصرة لدين الله تعالى وحمايته من الإخوان المسلمين إلى آخره. هذه مجالس الشورى مشارع العلماء، أنا مجرد منسق. وهؤلاء بتروا، وأنا ذكرت أسماء المشايخ لكنهم فجروا وبتروا. حتى تعطينا الغير مطلوب. لكن يا شيخ هو يقول أن هذه مجالس الشورى توجد فيها أنت والشيخ محمد والشيخ عبيد والشيخ عبد الله البخاري، فلماذا في نفس الصوتية يقول لهم تأتون عندنا وأعطوا للشيخ ربيع على الخفيف؟
إذا كنت أنت تعطى على الخفيف وأنت أكبر عالم اليوم تعطى أنت على الخفيف يعني الخفيف يا شيخ. هو يقول أن هذه المجالس مجالس الشورى فيها الشيخ العلامة الوالد ربيع حفظك الله والإخوة كلهم يحبونك، وفيها الشيخ محمد بن هادي، وفيها الشيخ عبيد الجابري، لكن هذا هو الشيخ عبد الله البخاري. لكن أتم عليك أمرهم شورى بينهم يا شيخ. أمرهم شورى يا بينهم. شيخ دعني أكمل الكمال. رد الآية بعدها يقول رد الآية رد الآية. لا أتكلم عنك أنت يا شيخ، لكن هو في نفس الصوتية يقول اسمع الآية. فهمت الآية؟ فهمت الآية. أنا الشورى جالس. أنا أوضح الشيخ. وضح أنت الله الذي في نفس الذي لا شرط أنت بتقول منه شيء. أنا لا مبتور. أنت كما قرأت الرسالة هذا غير مبتور، كما قرأ الرسالة يجيب أن الشريط الغير مبتور. لا موجود. يا شيخ إذا كنتم أنتم في مجلس الشورى لماذا تعطى أنت؟ في الشورى كيف؟ هذه مجالس الشورى يقول فيها الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبيد الجابري والشيخ عبد الله البخاري، وبعد ذلك في نفس الصوتية إذا كنتم أنتم في مجلس الشورى فلماذا يقول بعدها في نفس الصوتية اعطوا للشيخ ربيع على الخفيف وبعدين تأتون لنا عندي ملفات لليبيا، ملفات لسوريا، ملفات لكذا، عنده ملفات وكأنه يعني رجل مخابرات. ماذا نحكم عليه؟ لماذا نحكم عليه؟ أنا لا أريد ماذا نحكم عليه، أنت الذي تحكم عليه، أنا ماني عالم زيك. لا نحكم. لا أنا ما أحكم. تجادل كأنك أكبر عالم. لا أنا أسأل. طب خلاص ممكن يجاوب. تسمحوني؟ ممكن يجاوب؟ لا تسمع جواب. الحكم الشيخ. ما تكلم. واحد سلمت. اسمع لا في أشياء أنا أعرف في نفس الصوتية التي نشروها. اتقوا الله في أنفسكم. مسألة حضر فيها حكم والضيع الوقت فيها. اتقوا الله في أنفسكم. حكم الله عز وجل وأنتم راضين بحكم الله عز وجل. بنى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجادلوا فيه فعل السلفية. اتقوا الله في أنفسكم. شيخنا الله شيخنا والله الإخوة كلهم يحبونك في الله وجاءوا زائرين محبون لك والله يحبون الله ويحبونكم ويحبون الحق. إذا كانوا يحبون الحق ما فيش جدال، إذا انتهى كل شيء. لا نجادل إن شاء الله. ولا باطل ولا هذا سؤال دعاوى إن لم تقيموا عليه بيناتكم. شيخنا سؤال لو سمحت شيخنا الله يحفظك.